بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي الطلاب والطالبات، هذا مشروع النبات الأخضر وعملية التركيب الضوئي للسنة الأولى متوسط من إعداد الطالب أرغد شهاب الدين، المتمدرس بمتوسطة غرب قدور بودره ولاية غليظ. المشروع عبارة عن حقيبة تحمل عادي، حقيبة يد أو محفظة تحمل عادي، ثم يتم فتحها بسم الله. يتم فتحها. فيها جزءان: الجزء الأول النبات الأخضر ومكوناته إلى غير ذلك. الجزء الثاني عبارة عن درس كامل وعام وشامل بالنسبة للنبات الأخضر، ويعني كيفية صنع غذائه، يعني النسخ الكامل. هنا لو تلاحظوا النبات الأخضر هنا، هذه عبارة عن جذور أو بار ماصة. هاي الجذور، ساق. التركيب، عملية التركيب الضوئي التي تتم على مستوى الورقة: امتصاص CO2 والضوء من طرف الورقة، فاكهة، نسخ كامل اللي هو باللون الأحمر الذي يخرج من الورقة، والنسخ الناقص هو باللون الأزرق الذي يصعد من الجذور، وبالضبط يعني التي تمتصه الأوبار الماصة من التربة ويصعد إلى الأوراق. بغية صناعة التركيب، بغية صناعة بغية صناعة المادة العضوية أو النسخ الكامل. هنا لو تلاحظوا، هنا عندنا مكونات النبتة: الجزء الخضري والجزء الجذري، مهمة الأوراق والجذور، عملية التركيب الضوئي يعني خلاصة عامة، عن النسخ الناقص والكامل، تعريفهما يعني ومكان تنقلهما. بالنسبة لتنقل النسخ الناقص الأوعية الخشبية والنسخ الكامل الأوعية اللحائية. والخلاصة العامة بغية يعني من أجل أن ينمو النبات نمو جيد. هذا هو المشروع. هذا الطالب بارك الله فيه، شكرا يعني على الفكرة تاعو، عنده أفكار ما شاء الله. يعني يتم غلق هذا المشروع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.